السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم النهاردة معايا في فيديو جديد. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض أجمل قرص طرية تاكليها في الدنيا بطريقة سهلة وبسيطة ومقاديرها بسيطة. معايا كيلو من الدقيق، معايا في البولة الفاضية اللي قدام حضراتكم معلقة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هبدأ أدوبهم وهضيف عليهم كوباية من اللبن الحليب، ممكن تضيفي مكانها مية، ممكن تضيفي مكانها لبن رايب اللي يريحك. هضيف كمان معايا نص كوباية من الزيت، 3 معالق من السكر، وهقلب كل ده مع بعضه. وهضيف على الدقيق معلقتين 3 من السمسم المتحمص، وبعد كده هنزل على طول على الدقيق بالمواد السائلة بتاعتي وهبدأ أعجن. اجمل حاجه في القرص دي انها سهله التحضير، ما بتاخدش اي وقت، بتتعمل في ثواني. بما اننا طبعا داخلين على مدارس يا جماعه، بنبقى عايزين وصفات سهله وبسيطه ما تاخدش معانا وقت. كملت طبعا عجن عندي باللبن او باللبن الرايب او بالميه اللي يريحك. ما شاء الله العجينه حلوه جدا، وبحاول ان انا اخدمها او اعجنها كويس قوي، علشان انا عايزه ملمس العجينه يكون تحت ايديا زي الملبن كده، تكون ناعمه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، ما تكونش معايا بتلزق قوي. عايزه فيها تلزيقه، بس تلزيقه بسيطه مش كتيره. عجنت فيها طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده لمده 10 دقايق. هرجعها تاني البوله بتاعتها وهغطيها، وهسخن الفرن لمده 5 دقايق كده ولا حاجه لغايه لما يسخن. اطفي الفرن وهدخل البوله اللي قدام حضراتكم دي، بس احط تحتها اي صينيه ألموني او استانلس علشان طبعا ما تسحش معايا في الفرن. كده غطيتها، وتعالوا نشوف بقى بعد التخمير. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة بقى جميلة جدا. وريحة العجينة نفسها حلوة قوي، متخمرة كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين العجينة جميلة جدا جدا، وما شاء الله طرية وناعمة قوي وهشة كمان تحت ايديا. هجيب معايا بقى الصواني بتاعتي وهبدأ اقسم كور القرص الطرية بتاعتي الحجم بقى اللي انت عايزاه. انا هنا عملت النهارده حجم القرص الطريه بتاعتي تكون كبيره شويه، علشان طبعا لما اي فرد كده من عيلتك ياخد واحده تكفيه، ما يضطرش ان هو يسيب منها. لو معاكي اطفال تقدري تعملي حجم صغير، علشان كل مثلا ولد ياخد واحده قرصه كده تبقى على قد اكلته، وما تهدريش منها كتير. هقطع طبعا كل الكمية اللي قدام حضراتكم. انا هحشي طبعا جزء منها بالعجوة وجزء كمان سادة. تقدري كمان تحشيها بالجبنة، تقدري تعمليها زي ما انا قلتلك بالعجوة، او اي حشوة انتي بتحبيها. ممكن كمان نوتيلا، ممكن شوكولاتة مطبخ اللي يريحك، وتجددي لاولادك وتنوعي لهم. دي الكمية اللي طلعت عندي. هبدأ بعد كده أطبطب كده على القرصة بتاعتي بعد ما قطعتها، وهسيبها ترتاح شوية. وبعد كده هسيبها بقى تتخمر لمدة 3 4 دقايق كده. هحط الصواني فوق بعضها وهغطيها، وهوريلكوا الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. هتلاحظي طبعا ان بعد ما تبدأي ان انت تبططيها كده، ان هي ما شاء الله بعد التخمير الحجم بتاعها هيزيد ما شاء الله. وهتشوفوا ده دلوقتي يا جماعة بنفسكم، شايفين ما شاء الله بدأت انها تعلى لفوق وتنتفخ. وفي الوقت ده بقى هسخن الفرن عندي على درجة حرارة 180. مش هدهن الوش بتاع القرص عندي اي حاجة خالص، هي من سخونية الفرن عندي هتاخد اللون الذهبي الجميل جدا زي اللي بنجيبها من المخابز بالظبط. دي كل الكمية اللي طلعت عندي، وحالا دلوقتي هتشوفوا انا طبعا بدأت ان انا اسوي على درجة حرارة 180 على الشبكة. اول ما تاخد لون من تحت على طول طلعتها على الشواية، اخدت اللون اللي زي العسل ده. شايفين؟ ادي كمية كيلو دقيق ما شاء الله طلعت لي 2 كيلو من القرص الطرية. طبعا لو كنت عملت كمان حجم اصغر من كده كان هيطلع لي زيادة. تعالوا بينا بقى نفتح واحدة قرصة ونشوفها من جوه عاملة ازاي. شايفين الجمال؟ حقيقي تحفة وجميلة وهشة وطرية، وطعم العجوة فيها يجنن. هسيب لكم مقاديري في صندوق الوصف. اتمنى الفيديو يعجبكم.